السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ سلوى. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد التحلية رائعة كدار بالجزر او خيزو والبسكوي، كتجي لذيذة بزاف، خصوصا الاطفال اللي ما كيعجبهمش ياكلوا الجزر. هذه غادي تعجبهم اكيد. خليكم دابا مع الصور ونتلاقاو باش نشوفوا المكونات. والمكونات عندنا هنايا الجزر، كيلو ديال الجزر سلقته، يعني كيلو من الجزر المسلوق مع شويه، خليت فيه شويه د الماء ديالو. عندي هنايا البسكوي، وعندي فانتا، كاس ديال الماء، عندي واحد الحبه ديال ليمون او الحامض، عندي هنايا الكاس ديال السكر او 200 غرام، عندي هنايا 3 المعالق ديال نشا او مايزينا، عندي واحد سكر فانيلا والزا بيضه، واحد فلان تاع فاني. هادو هما المكونات. يلا نمشيو دابا نشوفهم طريقه التحضير. هنايا اولا غادي نطحنوا الجزر مزيان حتى يولي بحال الكريمه. غادي نضيف شويه ديال الماء ديال الجزر حتى يجي شويه قاصح. طحنوا مزيان. هنايا بعد ما طحنت الجزر ولا بحال شي كريمه، غادي نديرو في كاسرونه، غادي نضيف عليه هذيك الحبه ديال الليمون او الحامض، حكيت ليها القشور تاعها بوحدها وعصرتها، يعني ندير العصير والقشور بجوج بيهم. غادي نضيف عليه السكر ونخلط مع بعض. في واحد الاناء ندير مايزينا او النشا، ندير عليه الكاس ديال الماء، نخلط مع بعض جيدا، ونضيف الفلان سكر فانيلا، نخلطهم مزيان مع بعض باش ما تكونش لينا الحبيبات فوقاش نديروهم فوق الجزر. طبعا غادي نديرو على النار مهيله. وهنايا درت الكسرونه على النار مهيله مع التحريك المستمر. وعندي هنايا المول ديال الزاج، درت فانتا هنايا في واحد طبسيل، غادي نبدا نغمس البسكوي في الفانتا ونستفهم في المول. ندير 2 طبقات ديال البسكوي مع التحريك المستمر ديال هاد الخيزو. الصراحه كيجي واعر وكيجي فيه واحد النكهه ديال الليمون او الحامض. كنصحكم تجربوه، الصراحه غادي يعجبكم بزاف، خصوصا الاطفال الا ما كياكلوش لكم الخيزو او الجزر. جربوا هاد الوصفه وغادي تعجبكم ان شاء الله. ها هو الخليط ديال الخيزو بدا كيغلى، وها هو الخليط بعد ما طفينا عليه العافيه. دابا غادي نكملوا نستفوا البسكوي كيف ما قلنا 2 طبقات، نغمسوه مزيان في الفانتا. كنصحكم تستعملوا هذا البسكوي بالنسبه للبنات من نفس مدينتي اللي الاسم ديالو توستادا،
هو اللي زوين كاع. ونبدا ندير واحد الطبقه ديال الخليط ديال الجزر كيف ما تشوفوا في الفيديو. ونبدا ندير عاود 2 طبقات ديال البسكوي، نغمسوه مزيان في الفانطه حتى نساليو كل طبقه. وبعد ما سلينا من البسكوي غادي نديرو الكريمه تاع الجزر اللي بقات لينا. خاصها تكون واحد النسبه كبيره شويه باش ما يبانش لينا البسكوي. نتمنى ندخلوها للثلاجه شي ساعه الى ساعتين باش تبرد مزيان وتماسك، ونطلقوا ان شاء الله نشوفوا الشكل النهائي. وبعد مرور 2 سوايع هي تمسكت مزيان. نديروا عليها من الفوق كتزيين جوز الهند، وهذا هو الشكل ديالو النهائي. بعد ما قطعته غادي ناخدو دابا واحد القطعه باش تشوفوها من الداخل، كتجي رائعه بزاف. ودوك طبقات ديال البسكوي متساويه، الصراحه فيها واحد البنه بين الجزر والليمون او الحامض، كتعطي واحد البنه واعره الصراحه ما نقولش لكم. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، تكتبوا لي في لي كومونتير. وهذا كان الفيديو ديالنا تاع اليوم، نتمنى لينا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش، وتحطوا لي كومونتير باش تشجعوني اكثر. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. دمتم في رعايه الله.